السلام عليكم، وياكم ابراهيم من داخل الصين. طبعا احنا هسه طالعين وين ما ندري، ما عندنا اي فكره، بس حبينا نصور. How are you, bro? Hello. Why smoking? Why really not good? I know. You know why? طبعا where are you from? I'm from Vietnam. From Vietnam. Yes. Very good. شلونك؟ 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 Yeah. How are you? شلونك؟ I'm Moti. Yeah. قلت له شلونك؟ قال انا مطي عافيه. Good. فهسه احنا وين منطلقين ما ندري. مطي سيم جود. Okay. طبعا هسه والحمد لله. الحمد لله يا same with سيم Moti. سيم. نو سيم بات بتر. هذا فهنا أنا مطي وهنا أنا يقول الحمد لله واحنا نقول الحمد لله وشكر. المهم هسه احنا منطلقين وين ما ندري، خليكم ويانا. طبعا هسه احنا سمعنا اصوات موجوده بالملعب، داخل الملعب، فقلنا نروح للملعب نشوف شكو ماكو جماهير او ما اعرف ايش. خليكم ويانا. سنعبر الشارع، من هناك ترفيك لايت، من بعدها نمشي للملعب. ملعب كلش كبير بس يكون مفتوح، يعني هذا الصوت الجماهير يكون من الملعب جايه، على مود نراويكم. ملعب طبعا كلش حلو كبير ومرتب. طبعا مو بس ملعب مال طوبه موجود، هسه نوصل ونراويكم ان شاء الله. هسه احنا وصلنا الملعب، شوف شلون هنا دخلنا بعد البوابه الثانيه. هنا شرطه، هنا الملعب اذا مبين من جوا وجماهير مملي. خليكم ويانا خلينا نشوف شنو الموجود داخل الملعب. طبعا تشجيع كلش قوي. خليكم ويانا. هنا انا وصلت للبوابه، فطلع لازم الا اشتري التذكره، فهسه اعطيتهم موبايلي قاعد يشتروا لي التذكره من هنا يساعدوني. شوف هنا الملعب. خليكم ويانا لما نشتري التذكره وندخل للداخل على مود نصور لكم. طبعا هسه عبرنا اشترينا التذكره، طلعت ب20 يوان، يعني ما يقارب بحدود $2.5 تقريبا، حدود $3 تقريبا. والجو هو، عرفتوا شلون؟ هنا طبعا ما يخلون لا ماء لا جداحه تعبر لا اي شيء. هسه احنا داخلين نصور لكم. ويا من اللعبه ما نعرف، مع مين اللعبه هم ما نعرف، نشجع مين ما ندري. طب خلينا نصور ونشوف. طبعا جمهور متواجد، اكثر شيء لابس ازرق، على ما اعتقد فريق الياوتشون. ملعب، شوف الجمهور. نشوف مكان نصور بيه. هذا شوف طبعا هجمه. الياوتشون وفريق بكين قاعد يلعبون هناك ما اشوفهم بالشاشه. مشجعين الرابطه مال الياو. جايو 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 جايو.王丽呢？王丽，王丽回家，对，回家了。你记得我吗？我知道。加油！加油加油！就你一个人吗？我现在一个人，对，我自己在这里。中国足协杯。哦，我知道，الياوتشون和北京。对。طبعا هسه طلعوا وانتهت اللعبه الشوط الاول.我们又راح يكملون.在这。طبعا شعب ولا الطف والاجواء حلوه. اوه
点怎么样？啊，好久不见，好久不见，好久不见。好久了吧？اوه طبعا هذا نعرفه من زمان، صاحبنا مشجعنا بالرابطه يدق دمام. هلو 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 هلو. يدق دمام، عرفت شلون؟ فكل ما تصير لعبه واسمع اجي هنا أنا ادخل نشوفه يشجع فريق الياوتشون اللي انا بنفس المدينه بيها، عرفت شلون؟ جايو 加油加油！ شنزاي لين لين دوي ما؟ 0-0。 لين بين لين نجوا دا الياوتشون خوي ينلا دو شو 我希望赢，希望。 يقول اتمنى نفوز. هلو هلو هلو. طبعا هسه احنا راح نمشيكم نراويكم الرابطه. قاعد يطول ماي. هنا قاعد يطول ماي. هلو نيهاو. هلو نيهاو نيهاو. 终于说的很溜啊！一点点一点点。给我谢谢。طبعا اعطونا قلاص ماي. طبعا هنا الماي قاعد يعطيهم ماي. هلو هلو. 国际友人，3个， 谢谢。 طبعا هسه احنا 你来自哪儿？ ان شاء الله بنا 阿拉伯。 يلا بنا阿拉伯。 طبعا هسه احنا راجعين لان صاحبنا متاني هاو يطقون وياه صور. طبعا اللي يريد يعيش الشهره يجي للصين، اللي يريد يعيش الشهره يجي للصين، عرفت شلون؟ انا بص لا 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 ليش؟ ها 川崎必胜。 谢谢谢谢لا لا طبعا هنا أنا. ماشي طبعا هنا هسه احنا راح نروح لين صاحبنا متانينا. طبعا راح نرجع هنا، راح نرجع لصاحبنا. ها طبعا يردون يطقون ويا صوره. شلون نخلي الكاميرا احنا؟ ماشي. طبعا شعب الطف من عنده ماكو، عرفت شلون؟ هنا هسه راح نطلع من الملعب خلاص. صورنا لكم شويه. جايو. طبعا هسه احنا طالعين خلاص. خلينا نراويكم الاجواء هنا. طبعا الجو كلش حلو، الساعه تقريبا ب3:30 اللاعب من بدا اللعبه هناك مبين بالشاشه. هسه احنا طالعين لين صاحبنا متانينا، واللي هي الاجواء حلوه كلش، الاجواء بالداخل ولا اروع. لكن صاحبنا متانينا قال تو قاعد اليوم عطله عندنا، تو قاعد وما ماكل ما متريق ولا متغدي، الساعه ب3. فاحنا مارين قلت لكم جدول، ما عندي شنو جدول شو اصور لكم. هلا هاو ار يو، شلونك؟ شلون الصحة؟ حيا الله سالم، شلون الصحة؟ شلون الأحوال؟ حيا الله. شنو الصدمة الحلوة؟ طبعا هسه أنا راح أطلع توني والله اشتريت تذكرة تنوع، صورت وراح أروح أنا. ترجع؟ أي والله لأن هبهم تانيني بعد ما شو اسمه ما فاطر قال، فجبته للملعب قلت له تعال سمع الصوت هنا وخلنا نمشي. What are you doing? Watching match. How long there? باقي الشوط الثاني. When it was 30 minutes. الشوط الثاني ولا الشوط الأول؟ توكم جيتوا؟ الشوط الأول خلص. لا من امتى؟ هنا نهاية الشوط الأول يمكن ربع ساعة. اي حتى انا ماكو، جيت صورت هجمتين وانتهى الشوط وطلع يصور بالجمهور. يلا سيو. يلا يا غالي في امان الله. هسه هنا هذول الطلاب بياي، واحد يمني والثاني روسي، لقيتهم هنا بالملعب وصاحبنا متانيني فزحمه من عنده. طبعا وصلنا للمدينه القديمه، هسه تونا طبقنا البايك بالجراج هنا مال البايكات. شوف هنا أنا انتبهت للشجره هاي الجلوبات مسوينها على شكل عش ومخلين بها اناره للشجره، فتعطي اناره كلش حلوه. شوف شلون اصوركم هاي الشجره شويه نازله، شوف يعني شيء كلش حلو. هذا العش مسوينه وهذا الجلوب، يعني الترتيب يهتمون بأدق التفاصيل. هبو you want to go to there yeah. طبعا هسه راح ناكل طبعا هسه ماشيين نجيب اكل. هو شنو؟ هنا مطعم حلال، هذا مطعم مرانا الازرق حلال.
وهذا هنا يبيعون مثل البرجر لكن مو برجر يعني. شلون اقربها لكم بالضبط هسه تشوفونها، لكن ابسط وصف مثل العجينه ومخلين بطنها لحم، فكلش طيبه. خلنا راكبين دولة ايغور طبعا مسلمين. هذيك الكتابه الفوق البيضة شنجن معناها مسلمين. اني هاو لبان طبعا هي اللي راح ناكلها احنا. وهني هاو لبان شوف شلون يصير هيك. طبعا بطنها كلش طيبه. How many you want? Two, okay? Okay. Then I will send you. No one. جيجا شما؟ كباوزة. ها؟ كباوزة اسمها كباوزة. طبعا كلش طيب. وهنا مشغلين اغاني. وهنا شو اسمه مشويات. كي كم سجلني؟ قني كم سجلني؟ ليبيان كم؟ طبعا هنا يسوونها بالتنور. عرفت شلون؟ هذا الشيء يخلون بيه فحم ويسوي لك هاي كوايتزة كباوزة وهنا يشيشون لحم. هنا يشغلونها بالليل يشون. نيهو اي يلا ها؟ Not very yet, right? not yet in the night open only. طبعا هنا المشاوي هاي الصياغه يسوونها بس بالليل شوي بعد يعني من تغيب الشمس يسوونها. اما هاي والله كلش طيبه. تطلع سعرها 75 سنت 75 سنت يطلع بالدولار. اما بالعراقي يطلع بحدود الألف الى 1000 وشويه. نيهو هلا. فهسه نعبر الشارع. هنا المطعم اللي راح ندخله. شوف شلون اني هو. طبعا هذا المطعم هنا الحلال. this around جيجا دوتشين دول جيجا دوتشين سوشي. طبعا هذا عبارة عن لحم يجيك طبق مرتب يعني متروس ترس لحم يطلع ب40 سعره 40 يوان يعني يطلع. We should buy this one and the other one. Yeah. No, I don't want only this. Only this okay is enough. طبعا يطلع سعره ايش قد 40. يطلع بحدود 8000 تقريبا عراقي بهالحدود يعني $6 تقريبا بهالحدود. بس طبق يعني متروس ترس لحم اي خليكم ويانا. طبعا شوفوها هاي السبيه حراره شويه. شوف شلون اللحم اللي بداخله. شوف شلون ترى طيبه كلش طعمها يموت وسعرها رخيص. الاسعار هنا كلش حلوه والاسعار نفس العراق او ارخص من العراق. يعني اسعار الحياه هنا كلش حلوه خاصه بالشهر. How are you bro? Delicious or not? Delicious. I'm talking about the life in China and exactly in this village in Yaocheng, in the city. What do you think cheap or expensive? Cheap. For example, every month you spend how much? How many? Like 2,000. 2000 renminbi. Why? يصرف له بحدود 2000 دولارز. How much? US دولار. يطلع حدود 250 ممكن $250 تقريبا كسعر تقريبي. لأن $100 700 و700 1400 وتجيك من عندهم 600 $300 يعني 170 تقريبا 180. I think. What 500? No bro. How 500? 500 USD. No. 200? No. 300 around that. Not 300. Yeah, less than 300. Around $275 around that.
يعني $275 تقريبا. Yeah. Because 100 around 700 yuan. Yeah. Yeah. $100 around 700 yuan. Oh, I didn't know. Yeah. يعني بهالحدود. طبعا وصل الاكل، شوف شلون هنا هذا اللحم بكمية لحم كلش محترمة. هذا الماعون شوف شلون. طبعا اللحم هذا بارد، يعني ما محمين، هو مشتغلينه مسوينه، هو نظامه هيك شيء. طابخينه ومكملينه ومقطعينه وخلاص ويطون كيا بارد. هذا والتمن لا بحار. هذا هنا بص العفو خيار مقططينه بالصوص طيب يعني. هذا يطلع سعره ب40 يوان، يعني يطلع بحدود قلنالكم 7 ضعف 21 $5.5 تقريبا بهالحدود. $5.5 يطلع سعره بهالحدود. والله ما متأكد بس بهالحدود يطلع تقريبا. طبعا هسه خلصنا الاكل من المطعم ومنطلقين الى مكان ثاني، خليكم ويانا. طبعا الاجواء كلش حلوه، الاجواء مال المدينه القديمه. هسه احنا بالمدينه القديمه، الاجواء ولا اروع. شوف الصفاوه مال السماء والجو الحلو، الشجر من على الاطراف والناس والبوابه، يعني كل تفصيله تتنوع لها شيء حلو. شوف هنا دول طبعا اغلبيتهم سواح، هم صينيين لكن يجون من غير محافظات يعني، او من غير مقاطعات ان صح التعبير. شوف يعني كل شيء مسوي، كل تفاصيل الحياه مسوينها يعني ومهتمين بيها. والله شوف الشيء كلش حلو هذا. راح اخليكم الفيديو من دون اي كلام، ما راح اعلق، انتم بس استمتعوا بالمناظر وانا خلي بالي يم الصياغه سوقا. طبعا احنا بنهايه السوق ولا بدايه السوق كلش حلو، بس ما صورت ازدحامات وهاي، مو ذيك الازدحامات القويه. شوف الكلب طلع راسه من الجامعه مال السياره. هسه منطلقين وين للشاطئ. والله الاجواء كلش حلوه يعني. طبعا انا توني ماكل واريد انام هيك مثل نعسان، ابد كلش منتهي. والجو هنا كلش حلو يا الله، مال الواحد يعني اسوي على الشاطئ ويقعد وسكان شاي او جلاس شاي. عرفت شلون؟ وشلون الجلاس يجي؟ جلاس مال الجبن، الجبن تخلصه، عرفت شلون؟ ويبقى بس الجلاس تستعملونه للشاي. شوف هنا الشاطئ تقعد الله شحلاتها. شوف الجو، شوف المنظر، شوف الطبيعة. طبعا ذاك الشاطئ. طبعا قاعد اسوق بيد وحده واصور لكم، عرفت شلون؟ ونازلين بسرعة عالية وبريك ماكو، العاب. هذا كله في سبيل انقل لكم الاجواء الحلوة والمناظر. فمو تنسون اللايك والمتابعة. يعني انا راح اسولف لكم قصتي ان شاء الله بالفيديوهات القادمة. هو طلبوا القصة مالتي. القصة مالتي والله يعني من وحي الخيال تعتبر، يعني كلها اكشن باكشن وتسهيلات من الله سهل لنا واشياء يعني ما يعني والله اذا اسولف لكم اياها تقولون شلون وصل للصين وشلون طب وشلون ما اعرف ايش، يعني فشي خيالي. فاللي اطلبه من عندكم توصلون متابعات، يعني اللي ببالي مخلي يعني اوصل 10,000 متابعة
من بعد النوب راح اتكلم لكم بالتفاصيل وشلون جيت وشلون وصلت وشنو العوائق اللي اجتني وشنو وهل مباشرة من العراق وشنو الاجراءات. فيديو كامل متخصص بهالمواضيع. فاللي اريده من عندكم فقط اللي ما متابعني ويتابعني، وطي لايك للفيديوهات على مود تنتشر، بما انني يعني العراقي الوحيد يعني اللي حاليا قاعد انشر يومياتي كطالب عراقي بالصين. فان شاء الله تتطور القناة وتصير متابعين. هسه حاليا تقريبا بحدود 2000 ما بقى 8000 وتصير 10000 متابع، والنوب ننشر لكم شلون تفاصيل رحلتنا ونجاوبكم على اسئله ان شاء الله. لكن هسه منطلقين وين؟ للشاطئ. صاحبنا مدري وين راح، ما ادري، كان ويانا واحد وانا امشي اصور وراه. حياة اليومية حياة كلش حلوة. ذاك هو الجانب الاخر. خلينا نعبر ونروح للشاطئ. هنا شي كلش حلو. فاللي ما متابعني تابعني، والله راح تجيك فيديوهات كلش حلوة ان شاء الله وتستمتعون وياي. طبعا اني اللي ببالي اكسر حاجز، يعني اكسر روتين مال تصميم نفس الباقي اليوتيوبرية اللي يسوونه. انا رجال اصور تصوير مثل هذا اعتيادي حلو، يعني اذا اريد اصممه اذا هذا اسمه تصميم ادمج الفيديو بس بين اول ما طلعت وشلون واول ما وصلت لهنا وغيره، يعني بس هذا حدي. لا راح اصمم ولا راح اسوي لكم ديكور مدري ايش واراويكم بس لقطات حلوه، لا خليك طبيعي. وكلامي نفسيته حلو، يعني مو اقطع بس الكلام الحلو والشفصات مثل ما تقولون يعني اوخرها، ولا لا خلاص خليك عادي. هم ترى هذا الشيء حلو. انا اشوف انه اولا يشجعك يا برو كم، يشجعك على لقاء الخطاب، يعني تلقي الخطاب من دون اي تخوف من دون اي شيء. عرفت شلون؟ كثرت من عرفت شلون. طبعا والله يا اخوان يا غوالي يا غاليات خواتنا الغاليات، تطلع لا اراديه هاي مال عرفت شلون. وطبعا يعني انا شفت تعليقاتكم، يعني اول يمكن 3 فيديوهات ما اعرف شنو تقصدون بالضبط. والله حقيقه ما اعرف شنو تقصدون، تقولوا لي شوف شلون او عرفت شلون ما اعرف ايش، فما فاهم قصدكم. فبعدين اخوي خابرني ورا فتره قال شنو هاي فيديوهاتك عم غيرها كل ساعه عرفت شلون وما اعرف ايش. عدل كلامك وهاي من هالكلام. قلت له ما قايل شيء غلط انا، اذا على عرفت شلون سهله. اي فهاي شوف هذا مسوينا تشوب مال الالعاب للاطفال، الاطفال الصينيين. نعم من يجون للشاطئ يستعملونه. شوف هذا الشاطئ، هذا تشوب مال الالعاب طبعا مجانا على الشاطئ. شوف شلون هسه وين راح نروح للاخير. ما راح نمشي الشاطئ، لا راح نمشي على الرصيف. روح from there كم here. طبعا راح نمشي منها على الشارع على طول الشاطئ. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، فمو تنسون اللايك والمتابعة، واهم شيء المتابعة على مود تصعد القناة، بما ان هي كبداية. فاذا تصعد راح يصير لنا حافز نستمر. وان شاء الله اضم لكم فيديوهات يعني كلش قوية، يعني انا مخططها ببالي بالعطلة، بس تجي العطلة ان شاء الله. لان انا قبل لا افتح القناة انا رحت المواقع اللي هسه راح اسولف لكم عليها، اللي شايفين مال المحلات اللي يسوون منتجات عالمية، مثل رولكس وغيرها. بس هي مو اصلية، تقليد. نفسيتها طبت لها، يعني هو مو شيء متوفر بالشارع عادي محلات، لا يصيحوا لك وتعال ويطبونك مدري وين، وتقول طاب مغارة حلو، تقول طاب مغارة وين موديك ما تدري.
والله صدق، لان الماركات العالميه كلها يفتحوا لك اياها. هاي شنو هاي كله موجود، يعني اشياء خرافيه. فان شاء الله بالعطله بعيده طبعا مدينه كوانزو وغيرها، بعيده المدن عني. انا تقريبا بكين بالقطار السريع تبعد عنه ساعه، بالقطار البطيء 4 ساعات. عرفت شلون؟ اما كوانزو بحدود ال4 ساعات بالطياره تقريبا. هذا ما شاء الله. هاي سيارات، لعبة سيارات. هاي هنا هاي نيهاو سيكوريتي. وهاي مال حصونة. الأجواء كلش حلوة طبيعية والله. أماكن كلش هواي وكلش حلوة موجودة هنا، يعني أماكن ولا أروع. مسوي لهم للترفيه أماكن كلش هواي، مثل الشواطئ والحدائق وغيرها. شوف شلون هنا. هاي للألعاب يلعبون. هذا الطوق شوفون الأخضر والأحمر، هذا الطوق يجيبه ويهفه، إذا طاحت على هذا ياخذها خلاص. عرفت؟ أو يشمرها على الفيل، إذا طاحت على الفيل ياخذ الفيل أو غيرها عند من ذني الحلقات. الأجواء كلش حلوة، لكن هسه أنا أسولف وياكم نعسان كلش منتهي. طبعا بس المناظر كافي، الطبيعة كلش كافي، الشعب الطيب، شعبهم طيب، هذا الحالة كلش كافي. رسالة للطلاب السادس إعدادي أو الطلاب السادس، طلاب بصورة عامة وبصورة خاصة طلاب السادس. رسالة لكم أوجهها من طالب عراقي في داخل الصين: شدوا حيلكم وقروا، ترى ما حد يفيدكم. والشهادة أنا أشوف أنها هي سر الخروج. يعني إذا كنت عراق أو كنت يمن أو كنت من أي بلد، سعودي أو جزائري مصري، من أي بلد، الشهادة أنا أشوفها أقوى من الجواز. يعني بعض الدول الجواز ما يطبوا كلها، أما الشهادة إذا جاء قبول من الجامعة على ضوء الشهادة مالتك خلاص أنت طبيت، تعتبر أقوى من جوازك صار قوي. يعني مباشرة تطب سهلة، فيزا دراسية عندك، أولا سعرها رخيص، ثانيا هذا مثلا للسياحة from there صوركم. طبعا للسياحة من العراق الفيزا للصين على ما أعتقد، ما متأكد يعني بحدود 2,000,000 أو أقل، 1,700,000 بهالحدود. يعني تطلع حوالي $1,500 تقريبا بهالحدود. هاي الفيزا السياحية مدتها شهر، بينما ذات تجي دراسية والله ما أتذكر بيش سويتها، بس يعني تطلع رخيصة حدود $400 تقريبا أو 300 بهالحدود، 350 ما أتذكر بالضبط، بس بهالحدود أو أقل، والله ما قاعد أتذكر بالضبط، بس لكن سعرها رخيص لأن من زمان قبل 1.5 سنة ما أتذكرها. The visa for student visa how much? I don't remember. 400 yuan. Yes. In China. No. When you come back, when you go for embassy in your country, Chinese embassy, how much you did this? قبل 4 سنوات، ما أدري إذا أتذكر أو لا، لكن أنا ناسيها. بس هنا I think maybe 400 I think or 300, I don't remember exactly, or 35. for the X1. Yeah. It's cheap in my country, like almost 100 USA. USA. يعني قلت لكم 100 ما هو اسم بلده $100، لكن من داخل الصين 400 or 800 in China. Around that. How much? Around that what? 400 or 8? 400 to 800 maybe. يعني من 50 إلى $100 التكلفة. هاي إذا داخل الصين طلعها، يعني أنا كطالب عراقي في الصين إذا أريد أطلعها
اروح ل دائرة الجوازات العفو جوازات او الخارج ما اعرف هنا دائرة، اروح اعطيهم جوازي ماكو ورا يحددوا لي موعد 3 ايام او يومين، ارجع استلمها من 400 الى 500 من 400 الى 800 يوان، يعني يطلع من 50 الى 100 دولار بهالحدود، يعني رخيصة مقارنة بالفيزا شو اسمه الفيزا السياحية رخيصة كلش. يا جو تدير عرفت. طبعا الفيديو راح يصير طويل وسوالف هواي، لكن بعض الاشخاص قالوا مو مشكلة، بعض التعليقات يقولوا لقصر الفيديو، فما ادري.